بن هامل الأستاذ عبد الباسط أهلا بك. هل يعني يشير السيد السراج إلى جهات بعينها عندما يتحدث أن هناك من يتحدى اتفاق الصخيرات ويربك المشهد السياسي؟ مرحبا أستاذ محمد. طبعا هو واضح يعني حديثه للقيادات الموجودة في شرق ليبيا، وبصحيح العبارة لخليفة حفتر هو يقصده في شخصه الذي أعلن مع انتهاء الاتفاق السياسي يوم 17 ديسمبر أن الاتفاق لم يعد ساريا، وأن هذا الاتفاق أصبح من عدمه ولم يعمل به، وأن الذهاب إلى الانتخابات، وأن الجيش الآن موجود في شرق ليبيا هو الآن تحت إمرة الشعب الليبي والليبيين. وهذا هو ما دعا السراج أن يتخذ هذا الموقف الذي المفترض ألا يتخذه أبدا، يعني أن يطلب الدعم الخارجي وأن يستمر فيه. لماذا هذا التغول الخارجي وهذا يعني هذه الطلبات التي يطلبها من الإيطاليين تحديدا ومن دول أيضا مثل فرنسا بريطانيا من أجل يعني إطالة عمر الأزمة في ليبيا؟ بتقديري ليست هكذا تؤخذ المواقف. يعني السراج استنفذ عامين وهو موجود في السلطة في طرابلس، يمتلك سلطة الشرعية الخارجية، يمتلك سلطة المال، يمتلك أيضا سلطة القرارات، وأيضا وزراء مفوضين يعملون معه طيلة الفترة الماضية. كان من باب أولى أن يفكك الميليشيات، من باب أولى أن يضع آليات للمصالحة الوطنية، من باب أولى أن يكون هناك مشاريع أخرى ليست مشاريع مواجهة. يعني هو يعمق الفجوة بشكل كبير جدا. تصريحاته وهذه الطلبات التي يجددها بالأمس رأيناه مع الوزير الإيطالي الفانو. الإيطاليين لديهم مصالحهم، الأوروبيين لديهم مصالحهم تختلف عن مصالح الليبيين. السراج ارتهن للقرار الخارجي قبل أن يرتهن للقرار الداخلي الليبي الذي يستدعي منه وقفة جادة في هذه المرحلة. السراج الآن وكان به يبحث عن ترويج في الانتخابات المقبلة، أن يصبح رقما موجود على الطاولة التي يريد منها الكثير، وخاصة السياسيين الذين يمتلكون اليوم الأدوات، المال والسلطة والدعم الخارجي، أن يروجوا لأنفسهم. السراج بهذه الطريقة هو يستنفذ كل الحلول ويستنفذ قوة الخارج. قوة الخارج لا تنفع شيء في قوة الشارع الداخلي، قوة الشعب التي يريدها الناس، يريدون فقط من يتعامل معهم. بالأمس كان في مشهد للحقيقة مؤسف عندما استقبل أهالي تاورغاب بكل يعني ليست بكل ود وبكل احترام، بدل من أن يقدم لهم الدعم وأن يقدم لهم خطوط العودة وأن يدعمهم. يعني هو يتحدث في كثير من الأحيان في الأروقة أن مصراتة هي من ترفض عودة النازحين تاورغاب، في حين أن هناك مقامرة بهذا الملف. يعني تقدر قيمة التعويضات التي رصدت تحت الطاولة بمليار دينار ليبي. هذه مهزلة. الآن هذا الملف غير خاضع للمتاجرة، غير خاضع إلا للمصالحة الوطنية الحقيقية من أجل عودته. يعني إذا ما تحدث عن ملف تاورغاب فهو يؤسس لمرحلة مصالحة حقيقية في ليبيا. إذا ما تحدث عن عودة المشاشية مثلا، إذا ما تحدث عن تعويض ورشفانة، إذا ما تحدث عن تعويض سبها، يعني هذه الملفات التي تساهم في بناء الثقة. طب يعني بتقديرك عبد الباسط لماذا تجاوز كل هذه المسائل اللي تتحدث عنها رغم أهميتها؟ هو تجاوزها من أجل فقط الاستمرار. هم يريدون عام آخر. 2018 الكثير لا يريد منهم الذهاب إلى الانتخابات. إنهاء جدلية الصراع في المشهد الليبي السياسي، أن تبقى في السلطة، هذا أمر يروق للجميع، يروق لهم. هناك أموال، هناك طائرات. يعني طائرة السراج وهي تجوب دول العالم، العواصم من تركيا إلى تونس إلى الدول الأوروبية إلى واشنطن، ملايين تصرف أموال هذه، وخاصة الحاشية الموجودة والمستشارين الذين بجانبه الذين يستأثرون بالقرار، هؤلاء الذين عمقوا الفجوة. ملايين صرفت، والله لو صرفت على المساكين الموجودين اليوم في مخيم النازحين في طريق المطار أو في السراج، في منطقة السراج، لكانت أعطيت ثمارها أكثر. لكن للأسف عندما نصعد بهذا الموقف فإن الطرف الآخر بطبيعة الحال سيكون له رد فعل وسيصعد أيضا وسيساهم أيضا هذا في تعميق الفجوة. كفانا يعني اليوم. طيب، هل هناك يعني تعارض ما بين ما يقوله السيد السراج وما بين ما يدعو إليه السيد غسان سلامة فيما يتعلق بمسألة تعديل الصخيرات؟ يعني تعديل الصخيرات، السراج هو وليد اتفاق، اسم ولد من رحم اتفاق الصخيرات، ليس عليه أن يدخل في الصراعات. هذا التعديل مناط بالقوة السياسية الموجودة ما بين الطرفين، البرلمان ومجلس الدولة. هؤلاء طرفين اختلفا، اتفقا، ولكنهما لم ينجحا، وبالتالي لدى غسان سلامة خطة واضحة وصريحة بدعم المفوضية العليا للانتخابات. هذه صراحة السراج يريد استنفاذ الوقت بعملية مماطلة. هذا هو الواضح للكل الآن. طب يعني الأمور ماضية بهذا الاتجاه، من هناك من يعرقل أيضا مثل هذا التعديل. طبعا التعديل لا يراد منه أن يمر بشكل جيد، وأيضا هذا استنفاذ الوقت.
أيضا حتى لو وصلنا إلى مرحلة التعديل في الاتفاق السياسي، فإن هناك رئيس ونائبين، يحتاج منا عملية الوقت من سيكون الرئيس وكيف سيكون رئيس الحكومة القادمة، وهذا غير متفق عليه أساسا. يعني نحتاج إلى 6 أشهر أخرى أو عام مقبل لعملية الاختيار. طب السيد يعني أو اللواء خليفة حفتر من جهته مثلا الدفة إلى أين تميل فيما يتعلق بهذا الاتفاق؟ لا، الاتفاق الآن أصبح في المعدوم. أيوة. اتفاق ميت الآن، لم يعد قادرا على يعني الأطراف لا تعمل به، هي تعمل في جزئيات واحدة فقط، جزئية واحدة أن السراج هو الموجود وهو الواقع المدعوم من الخارج. أما بقية المواد الموجودة 60 أو 70 مادة موجودة في الاتفاق السياسي لا يعمل بها، لم يتم حل الميليشيات، لم يتم إخراجها من العاصمة، الترتيبات الأمنية، كل الأمور الحقيقة التي المجلس الأعلى للدولة تعديلاته وما فيه في حكمه، يعني أمور حتى المناصب السيادية